ده انا كنت نسيت الهجوم شكله عامل ازاي. منتخب مصر اخيرا بيقول لافريقيا ان احنا ممكن نهاجم عادي، ان احنا ممكن نلعب جيم مفتوح، ان احنا ممكن نستحوذ على الكره ويخلص الشوط الاول الاستحواذ لصالح منتخب مصر، واكون ببادل الفريق اللي قدامي الهجوم كده والدنيا تبقى رايحه جايه، ما بقاش منكمش في تلت ملعب. وده اللي توقعته انه حسام حسن هيعمل كده النهارده. منتخب مصر في الشوط الاول افضل من المنتخب النيجيري، مباراه تحس ان هي يعني 55 45 الدنيا قريبه، انت مش افضل بكتير. هم سجلوا هدف والهدف اتلغى والغاء صحيح، ما كانش ينفع ان الجول يتحسب لان في كوع في وش حمدي فتحي، فالفار بيلغي الهدف. وفعلا الهدف كان هدف غير صحيح، تألق من مصطفى شوبير في اكتر من كوره فيها اكتر من تهديد، وده اللي قلناه من اول البطوله. ما كنا لعبنا كده، كان مصطفى شوبير هو الحارس بتاعك الاساسي من اول البطوله. نص ملعبك كان لازم يكون فيه اوراق هجوميه زي امام عاشور واحمد السيد زيزو اللي مدينك حركيه كبيره جدا في نص الملعب وممسكينك الكره ومطلعينك باستحواذك شكله افضل بكتير. ده اللي قلناه من اول البطوله. والله انت منتخب مصر حتى لو خسرت وانت بتلعب مباراه كويسه هيبقى الوضع عادي، لان اكيد في منتخبات قويه جدا بتلعبك، لكن ان انت تلعب يبقى شكلك وحش في كل الماتشات عشان تحاول ان انت تعدي من الماتش وتيجي تخسر زي ماتش السنغال، ده اللي كنا رافضينه. مش متربصين بحسام حسن ولا اكيد بمنتخب مصر، ونفسنا المنتخب يكسب كل الماتشات اللي بيلعبها، لكن في نفس الوقت نفسنا نشوف كوره حلوه، نفسنا نشوف منتخب مصر بيهاجم وليه شكل وليه وضع في الملعب، مش ان انت تبقى طول الماتش بتدافع ولكن الاتوبيس ورا ومستخبي في ال 18 بتاعتك وشكلك وحش. ده اللي كنا بننتقده. منتخب مصر شكله كويس جدا قدام نيجيريا. عارف ان في ناس ممكن تقول لي يا عم ده مريح اللعيبه الجامده بتاعته، ده مقعد اوسيمين ومقعد لوكمان. مفيش الكلام ده. طب ما انا كمان مقعد عمر مرموش نجم منتخب مصر، ففي لعيبه عادي انت بتريحها لان مباراه ثالث ورابع، والمنتخب النيجيري كله مميز والمنتخب المصري كله مميز، فاي اوراق موجوده في الملعب اكيد اوراق قويه وادائها عالي، مش لعيبه قليله ولا اي حاجه. حصر عليك يا اللي في بالي، حصر عليك يا اللي في بالي، لا طلت اول ولا تاني ولا حتى تالت، وحزن الحزن عليك واللي جاي سواد. مركز رابع يا راجل، مركز رابع، ده الدورة رمضانية كنا خدناها. في ايه يا كابتن حسام؟ في ايه يا كابتن حسام؟ في اتحاد الكورة؟ في ايه؟ بيقول في الكنترول دلوقتي الكابتن حسام بيقول لك سبب الهزيمة ان جماهير المغرب كانت واقفة ورا مصطفى شوبير، كل ما حد من لعيبة المنتخب يشوط ضربة جزاء يقول يا رب تضيع يا رب تضيع يا رب تضيع. هو ده اسمه كلام؟ بتضحك الناس علينا، نضحك الناس علينا. ده احنا 120 مليون مواطن، ده احنا لو دخلنا مع اي حد اي شخص هو مين هناكله وكل. تقول لي تشجيع يا اخي، يا اخي بتضحك الناس علينا، يا اخي ارحمونا تعبتونا يا اخي، يا اخي لو كمل معانا كاس العالم احنا هنضيع، هيخلينا نقتل في الناس، هيخلينا نحارب في بعض، هيسخنا على الناس كلها دي، ده هيبهدل الدنيا دي، هيبهدل الدنيا، هيودينا في داهيه. شوف لنا حل يا اخي، احنا تعبنا، احنا بس ما عندناش، ده احنا ما فيش حاجه خالص يا اخي. احنا سيبك انت بقى، سيبك انت من كله، كل لاعب يعمل لي مولد، احنا ما عندناش. والكابتن راح والكابتن اجى ومراته تنزل ستوري، واصل يعمل ايه في ايه؟ في ايه؟ لا يا باشا احنا عاوزين لعيبه جعانه الكوره يا باشا، جعانه يا باشا. احنا عايشين الدور، احنا عايشين الوهم، احنا عايشين، احنا بنقول احنا هنا واحنا ما فيش. ادفع بس، عاوز 100 مليون خد، عاوز 200 مليون خد، واللعيبه منتهيه، واللعيبه منتهيه يا جماعه. ده لو وقفنا كابتن حسن مستكوى في نص الملعب وكابتن حمد هنكسب. ما هو اصلا احنا ما فيش، هنكذب. طب هنعمل ايه؟ قول لي هنعمل ايه؟ ها هنمشي مين؟ عم حسين؟ هنجيب مكانه مين؟ قول لي هنجيب مكانه مين؟ الفخم مش هينفع، عنده املاح، هنعمل ايه؟ هكون ممنون جدا لو حد فهمني. يا كابتن هلا بريده قول لي هنعمل ايه؟ ما فيش صح؟ ما فيش، احنا بس وانت يا عم محمد صلاح انت ومرموش في ايه يا عم؟ توضح جميل يا عم، انزلوا على الارض شويه، انت تمشي شويه مع الناس، احنا ولاد تسعه يا اخي، انت قرفانين منا في حاجه؟ والله بنستحمى يا عم وبنحط زي العرق اهو يا عم، اهو اهو انضاف يا عم، في ايه يا عم؟ زهقتونا وقرفتونا يا اخي، قرفتونا في عيشتنا يا اخي، في ايه يا اخي؟ زهقتونا في عيشتنا يا اخي، ما بتلعبوش خالص يا اخي، يا اخي اعتزلوا يا اخي، يا اخي انتوا مين يا اخي؟ مين انت يا اخي عشان تعمل معنا كده؟ في ايه يا عم انت وهو؟ لعيبه ما عندهاش دم، وحزن الحزن واللي جاي سواد لو ما حدش اتدخل. مش حسن هتلعب عادي، ما هو دي المنظومه يا باشا، قلت انفصال يا باشا،
بعد الفاصل كابتن حلمي هطلبه جمال عكا. يا ريت ما نصدقش اي حاجه هنشوفها زي كده خالص. دي بتبقى صفحات بتثير الجدل وعايزه تعمل ترند مش اكتر، والناس اللي كانت بتقول الكره دي اوفسايد او دي هاند بول ما فيهاش اي شك خالص، والكره هدف. الكره مش هدف بس، الكره تتصد كمان. شوبير حارس مرمى كبير، ويا ريت نبدا بيه الماتش اللي جاي حتى لو هنخسر. طبعا الف مبروك للمنتخب المغربي، باذن الله تاخدوا البطوله. حقيقي ربنا يحميك، انت شايل المنتخب المغربي كله فوق دماغك. المباراه الجايه تكون على الثالث والرابع مع منتخب نيجيريا. يا ريت تفرحونا المره دي وتكسبوا، عشان بجد الشعب كله متضايق بسبب ماتش السنغال، وباذن الله تكسبوا الماتش ده وتفرحونا. يعني مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مباراة مش مهمة. العب كرة يا كابتن حسام. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه الكلاحة دي؟ فين الهجوم؟ فين لعبنا؟ يا نهار اسود عليك يا كابتن، مركز في التصريحات بس، اشتم الناس وتخانق مع الناس وبس، انما ملعب كرة مفيش. ده انت بضنت المصريين كلهم، 120 مليون مصري اتبضنوا منك ومن كورتك. وصلنا ضربات جزاء زي ما انت عاوز، عملنا ايه؟ صلاح ضيع ومرموش ضيع، وربي كابتن حسام حسن ضيعنا كلنا. يا اخي بتلعب كوره، اقسمت بالله ما حدش عارف ايه الكوره دي. طول البطوله ما لعبناش غير ماتش واحد، ماتش كوتوفوار، وربنا كرم فيه. الباقي كله بنلعب ايه ما اعرفش. كرهتنا في الكوره يا كابتن حسام. ابوس ايدك، سيبنا لوجه الله، اعتقنا يا كابتن حسام، سيبنا ابوس ايدك، لان احنا معاك بنشوف عفن كروي. بص، هو بعيد عن ان الماتش انتهى ورحنا الركلات الترجيح على طول بدل ما نلعب وقت اضافي ونيجيريا فازت بركلات الجزاء، وبعيد برضو عن ان لاعبين نيجيريا فرحوا ولا كانهم فازوا افريقيا برغم ان هم حققوا المركز الثالث فقط لا غير، وبعيد كمان عن ان الاثنين المحترفين اللي حالتنا ضيعوا ركلتين ترجيح في المباراه، وبعيد عن ان الناس اللي شايفه ان حسام حسن يكمل مع منتخب مصر برغم ان هو ما حققش المركز الثالث حتى عشان يفوز بالبطوله، وبعيد كمان برضو عشان ما ننساش ان جماهير المغرب شجعت نيجيريا في المدرجات بدلا من انها تشجع مصر. هو موضوع واحد بس عايز اتكلم عنه بصراحة عشان ما نكدبش على بعض، كانت هتبقى قلة ادب من الاخر لو المنتخبين دول اتأهلوا للنهائي وبس على كده. اعمل لي ميوت كده عشان الناس دي عايزه رؤى. تعمل منين ده؟ قفلنا الشاشه. خساره منتخب مصر من منتخب نيجيريا بضربات الجزاء، يعني حتى الميداليه مش عايزين ترجعونا بيها. صلاح ومرموش حطوا في الفنكوش، يعني لما مرموش وصلاح الاثنين يضيعوا، عايز ايه من بقيه الفرقه؟ يعني انا كان نفسي كابتن حسام حسن بما يرضي الله يرجع بميداليه. الراجل دوت رايح واحنا فاقدين الامل في المنتخب، رجعوه بميداليه واحده. اخلع بقى من الماتش ومن اللي مرموش عمله وصلاح عمله والمركز الرابع والخامس والسادس. تعالوا لي بقى شعب المغرب، ايه الدنيا معاكم؟ يعني احنا قلنا بتشجعوا السنغال في اول ماتش وما اتكلمناش ومشينا الدنيا، تيجوا واحنا بنعمل نشيد الوطني تقعدوا تصفروا وتزمروا. انتوا في ايه الكلام معاكم يا جدعان؟ باذن الله السنغال بكره تديكوا علقه كوره. وعايز اي حد مغربي يخش لي في الكومنتات يقول لي اي كلمتين ما يعجبونيش. انتوا بامانه مش جايين على ريه من اول البطوله، بتلعبوا اسرائيل. امسك على اسرائيل واولع شمروخين في القاره قد كده يا جدعان. يعني عادي البطولات هتجيبكم عندنا في مصر وهنتقابل والكلام هيروح وهيجي يعني. وباستثناء اللي منتخب مصر عمله، احب اقول للشعب المغربي الف شكر، والدنيا اوضه وصاله يعني، وهنتقابل. احلى مسا عليكم حبيبي يا بزاف، حبيبي اشوفك. مدرب السنغال بيقول لك المغرب المرشح الاول واحنا وراه على طول، لكن جميعنا يعلم جيدا ان منتخب مصر هو كبير افريقيا. الكل يتفق على ان المنتخب المصري هو الافضل تاريخيا، دليل ان مدربهم بيقضي وقته في الاشاره رقم 7. خد لي بالك انت، مدرب السنغال اشتكى من اللي حصل مع لعيبته في محطه القطار في المغرب، وقال لك ان اللي حصل بالامس ده امر غير طبيعي خالص، ان ده مش المفروض يحصل في افريقيا ابدا. على سبيل المثال مثلا ما شافش الكلام ده في الجزائر في افريقيا للمحليين، عشان الصحافه المغربيه في المؤتمر الصحفي تهاجمه، لو عندك شكوى روح قولها للكاف. ده لسبب غضب كبير جدا عند الصحافه السنغاليه. يوم مدرب السنغال كمان اتكلم عن التحكيم وقال لك احنا جاهزين نتعامل مع كل الاخطاء التحكيميه اللي ممكن تحصل في مباراه المغرب، اننا عارفين في النهايه ان احنا هنكسب الكاس وهنرجع بيه الى دكار. عايز اقول لحضرتك كمان ان الاعلام السنغالي فتح النار على المغرب، وبيان الاتحاد السنغالي كمان كان شديد اللهجه الحديث عن تنظيم افريقيا. بس لاحد القنوات السنغاليه قال لك ان تم اقتراح فندق صغير للغايه، ان قال لك ان كان في 5 رجال شرطه فقط لتامين منتخب السنغال، وعلى كده كمان عدم وجود سائقين للمسؤولين السنغاليين. لحد ما وصل السنغال الفندق بيقول لك ان ما كانش تم تحديد اي ملعب ليتدرب عليه السنغال النهارده مثلا. المنتخب النيجيري انتصر على المنتخب المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أفريقيا بركلات الترجيح. مصر أكثر من حقق البطولة ونيجيريا أكثر من حقق المركز الثالث. محمد صلاح ضيع أول ركلة جزاء للمنتخب المصري، عمر مرموش ضيع ثاني ركلة جزاء. مانشستر سيتي وليفربول. الحسنة الوحيدة اللي ممكن يستفيد منها حسام حسن في هذه المباراة هو شوبير، الحارس اللي كان حاضر طوال المباراة واقف في الملعب، وحتى في ركلات الترجيح وتصدى الأول ركلة من نيجيريا. الآن وصلنا لنهاية كأس أفريقيا وكل الأنظار على قمة المغرب أمام السنغال غدا الساعة 8 مساء، 90 دقيقة من أجل اللقب.
فولو لايك يا اخوان. السلام عليكم. يا كابتن حسام يا حسن، انا مش هتكلم على فنيات ولا هتكلم على تحكيم ولا هتكلم على اي حاجه، لان انا كده كده رايي من اول البطوله لاخر البطوله ومن قبل البطوله كمان ان المشكله في مصر هو الفساد اللي موجود في الكوره. احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا في مصر من زمان، هو ان الكوره في مصر بقت معتمده على البيزنس اكتر، مش معتمده على المواهب ولا الكلام ده. اللي عايز يلعب كوره في مصر ومعهوش فلوس ما بقاش يعرف يلعب، للاسف لازم يكون معاك فلوس، واللي ما بيعرفش يلعب ومعاه فلوس ممكن يدخلوه عادي بالفلوس ويلعب ويقرف. هي دي المشكله، هي دي القماشه اللي مع كابتن حسام حسن اللي كان بيلعب. طبعا مش بعمم على كل اللعيبه، في لعيبه تستاهل ان هي تلعب في منتخب مصر، ولكن في لعيبه لا تستحق. والانديه في مصر عموما والدوري المصري والمسابقات بقت معتمده على البيزنس والمصالح والفلوس والفساد. الاكاديميات والناشئين والحوارات دي كلها لازم تفتح تاني في مصر والكره تتظبط. اوعى تجيب اللوم على كابتن حسام حسن لوحده، هات اللوم على المنظومه ككل، لان اذا صلحت المنظومه صلحت النوادي وصلح قطاع الناشئين وصلح المنتخب وصلح مدرب المنتخب، وبالتالي هناخد بطوله. لان المنظومه كلها بتخدم على حاجه واحده بس، هو اسم مصر. ولكن للاسف احنا عندنا الانديه اهم من المنتخب. شكرا كابتن حسام حسن انك وصلتنا للمربع الذهبي، واتمنى بقى الدوله تاخد بالها شويه من القطاع ده، لان قطاع الرياضه في مصر فعلا محتاج يتبص عليه. ربنا يحفظ بلدنا.